بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب، ان شاء الله بخير يا ربي. والله يعزكم ويحفظكم. طبعا اليوم راح اشرح لكم التكاثر. خلنا شوي احكي بالبدايه قبل لا ابلش اشرح او اطب بالموضوع اللي اريد اليوم اشرح لكم بالمحاضره. طبعا انا طالب سادس، عدت سنه ثالثه الحمد لله والشكر. طبعا عدت مو برغبتي، كنت اريد انجح بس الحظ شوي ما قاعد وياه والحمد لله. شرح للمادة راح يكون آه، نسبة فهم عالية كلش، ونسبة الحفظ كلش قليلة اللي هي راح تبقى على الطالب. انه كل طالب لازم يتعب، كل طالب إنه لازم يتعب نفسه بكل شيء، ماكو شيء يعني يجيك سهل. فصل التكاثر من اصعب الفصول بالاحياء، اطول الفصول بالاحياء. ما يجي صعب ما يجي فصل يتقارن به او يتقارن بصعوبته. طبعا انا اول سنة اجلت الاحياء بسبب التكاثر. السنة الثانية لا الحمد لله قرأته ومخططات وكلش فهمته. طبعا هذا الفصل من أقول لك صعب من ناحية الفهم. إذا تفهمه يصير كلش سهل عليك، أو إذا تروح تحفظه. أنا هسه بعض المدرسين، طبعا ما أريد أحكي على أحد لأن أنا تعلمت منهم. كطريقة صار لي سنتين يعني ما خليت مدرس ما درست عليه. طريقة شرحه إنه تميل للحفظ أكثر ما تميل للفهم. الأحياء تحتاج فهم، فانت هسه انا بدوري راح افهمك الماده، وان شاء الله اخليك انت يعني بس تطلع من المحاضره تكتب المعلومات اللي اخذتها، واخليك باكر ترجع تقراها وتظل تقرا بالتكاثر لاخر محاضره. طبعا هذا اللي هو هذا النظام اللي عندي السيستم. هذا النظام يخليك تضبط الماده كل زين، ويعني ما يخليك تحس انه انت ما مضبوط. تحس اذا جاك سؤال جديد يعني ما مطروق قبل، شلون هالسنين جاء تطرح اسئله جديده او صيغ جديده. طبعا هو السؤال يكون جوابه من الكتاب طبعا، يعني علميا الجواب خصوصا الماده الحفظيه. آه، ف انت لما تفهم الماده راح يكون جوابك اي سؤال جديد عليك راح تعرف الجواب عليه. فالمهم راح اشرح انا ان شاء الله التكاثر الفصل الرابع. اما الوراثه طبعا انا راح اشرح لكم طريقه دراستها بالقناه ان شاء الله. ماده كلش سهله الوراثه، والله العظيم سهل، اسهل فصل، اسهل من الفصل الاول. بس هي شنو المزعج بها مطوله. مطوله تقريبا. عدد محاضراتها شوي اكثر من التكاثر. ليش؟ لان بيها هواي مسائل، بيها مسائل وبنفس الشرح بنفس الوقت بيها شرحيات. فبالتالي انه راح يطلع فصل طويل. ما فصل رابع حسب الحذف مال 25 راح يكون تقدر تحفظه او يعني تخلص هذا الفصل خلال يومين يعني. يومين اوكي، يعني شلون هاي يومين؟ تقرا من الصباح للعصر، من الصباح للعصر يومين تضبط هذا الفصل فقط. او اذا تريد تقرا يعني مثلا باليوم 3 ساعات ساعتين، فاسبوع كافي، يعني 5 ايام 6 ايام كافي ان شاء الله. طبعا اريد احكي بعد، خل شوي تطول هاي المحاضره، خل وقتها 40 50 ما اعرف، ان شاء الله يكون ان شاء الله ما يكون اكثر من هذا الوقت في سبيل انه تقرا. المحاضرات ما حاسب عدد المحاضرات ولا راح احسب لان ما اعرف ايش قد يصير محاضرات هذا الفصل. بس انه ان شاء الله يا رب الله يمكنني انه اشرح هذا الفصل حبايه حبايه، ما اخلي حرف اذا ما تفهمه. وان شاء الله يا رب الله يسهل لنا ويسهل لكم ونخلص من السادس. يا الله توكلنا عليه. التكاثر، خلنا نحكي شوي عن التكاثر. مثلا قبل آلاف السنين أو الملايين السنوات كان أكو الحيوانات، كان أكو الديناصورات. الحيوانات أوكي، هاي الديناصورات أريد أسألك سؤال: ليش انقرضت؟ شنو السبب اللي خلى الديناصورات تنقرض؟ هسه ما راح اجوز تعرف معلومه من الخارج او يعني من خارج الماده، مثلا تقول لي انقرضت والله، يعني اي معلومه يجوز ببالك. بس هو اكو سبب واحد حقيقي، انه هي هاي الحيوانات لاقت صعوبه في عمليه التكاثر او التزاوج. طبعا هو شلون انه الانسان او العفو الحيوان يضمن وجوده على الكره الارضيه؟ شلون يعني الالاف السنين وملايين السنين لحد قيام الساعه شلون يضمن وجوده؟ من خلال عمليه التكاثر. يعني مثلا هذا النوع، هسه الانسان من اول من النبي ادم سلام الله عليه لحد هذا اليوم الانسان مستمر. شلون الانسان بقى على الكره الارضيه؟ ليش ما انقرض؟ بسبب عمليه التكاثر، يحافظ على عمليه التزاوج. اوكي، زين هذا الحيوان الديناصور ليش انقرض؟ لاقى صعوبه في عمليه التكاثر. اوكي، لاقى صعوبه في عمليه التكاثر، فبالتالي مرور السنوات راح ينقرض. ايش راح يصير؟ ينقرض. اوكي. لو كانت عمليه التكاثر سهله عنده فبقى الديناصور ما ينقرض حال الحيوانات الاخرى اللي صار لها من الاف السنين ومئات السنين. هسه من اكو حيتان
لاقت صعوبة بعملية التكاثر، حيوانات أخرى هواي حيوانات انقرضت. أوكي. وبسبب انه ليش لاقت صعوبة بعملية التكاثر؟ بسبب حجم هذا الكائن. حجمه، شوف انت يعني انت ما له شغل بالصورة، يعني لو شافه بالحقيقة يعني اقل شيء 30 متر من ناحية الطول والعروض، يعني فشي ضخم كلش. اوكي. ف يعني انطيتك هسه اهمية التكاثر، انه كل شخص او كل نوع، يعني مثلا هسه احنا بشر، او نحن مثلا احنا الانسان او الحيوان او كذا كذا كذا، يضمن بقائه على الكرة الأرضية من خلال ممارسة عملية التكاثر. أوكي. خلنا نقرأ شوي بالكتاب، وكل يعني مجموعة كلام راح نشرحها ونوضحها وأفهمك إياها وأحفظها إن شاء الله. شو يقول لي؟ من الأمور المسلم بها أن جميع الكائنات الحية قادرة على إنتاج كائنات جديدة تشابه. يعني شوف، من الأمور المسلم بها أن جميع الكائنات الحية قادرة على إنتاج كائنات جديدة تشابه. شوفوا، طبعا أنا راح أشرح لك المادة، أوكي، راح أفهمك، بس مو كل شيء أقول لك إنه هذا لازم تحفظ هاي الصفحة كلها، هاي الصفحة كلها وهاي الصفحة. لا، أكو كلام ينحفظ وأكو كلام مثلا هاي مقدمة شو يريد يجيب لك منها. أوكي، يعني جاي نضيك مقدمة عن هذا الفصل، شلون أنا حكيت لك بس هو حاكي لك إياه بالفصل، فأنا راح أنطيك بس اللي يقول لك هذا حفظه هذا حفظه وهذا حفظه، واللي هو راح يجي. أوكي، يعني ما معقول انه نجيب لك فشي يعني هو ما له داعي اصلا. اوكي، هو بالوزاره كل شيء يسوي، بس انا راح اعطيك 99 من الماده تحفظها، اما هاي الواحد بالمية اللي هو مثل ما نقول للاطلاع، بس هو هذا شرح ما يصير يكتب عليه الاطلاع. اوكي، مثلا لو رسمه كان قلنا اي بها مجال، بس هذا شرح. اوكي قلبي. من الامور المسلم بها ان جميع الكائنات الحيه قادره على انتاج كائنات جديده. يعني هسه الانسان تزوج، انتجوا ابن يشبههم، هاي شنو هاي؟ يقول انه جميع الامور من جميع انه جميع الكائنات الحيه، وان كل الاشياء الحيه معرضه للموت. يعني هسه اني وانت واي شيء على هاي الكره الارضيه معرض للموت. بالتالي لما يموت هذا الكائن الحي، زين هذا شو يقول لي، وان كل الاشياء معرضه للموت، وكل كائن حي مهما امتدت حياته يجب ان ينتهي في اخر الاوان. لذا يجب ان نقر بعدم الاستغناء عن التكاثر. نقر يعني نعترف. اوكي، يجب ان نقر بعدم الاستغناء عن التكاثر. اوكي، خلينا نشرح لك هاي السطر. شو يقول لي بيها؟ يقول لي انه كل الكائنات الحيه تقدر تنتج كائنات اخرى مشابهه. بها شيء انه اني هسه اذا تزوجت اقدر انتج كائنات تشابهن، مثلا اطفالي راح يطلعون يشبهون. ليش؟ بسبب انه انتقال الشفره الوراثيه مني من زوجتي لولدي. اوكي، للاطفال. اوكي، واني مهما امتد بي الامر، مثلا صار عمري 50 60 70 1000 سنه 200 سنه، اوكي، لابد ان اموت، يعني نهايتي هي وحده الموت. اوكي، بالتالي انه اساني متت وذاك مات وذاك مات. هسه مثلا اذا احنا 1000 واحد وكل احنا مهما امتد عمرنا راح نموت، زين احنا اذا ما نتكاثر الالف بعد 200 سنه جزء ننقرض، ما يبقى لنا اصل. اذا يجب ان نقر، يعني نعترف بعدم الاستغناء عن التكاثر. لازم احنا نعترف انه ما نقدر نستغنى عن التكاثر. ليش؟ لان احنا ذولا، احنا الالف شخص، الف شخص بعد 200 سنه راح كلنا نموت، وبالتالي احنا هذا الالف راح ننعدم، يعني ننقرض. اوكي، اذا انقرضنا يعني هذا النوع انقرض. شلون هاي الديناصورات اول ما خلق رب العالمين بداية الانسان اللي هو اللي يعيش بالكهف، الانسان القديم، خلقها بذاك الوقت. ورب العالمين ليش قرضها او خلاها يعني فترة محددة؟ لان هي ما توالم، يعني ما يتوالم الانسان انه يعيش وياها، ما يقدر. ليش؟ بسبب حجمها. مثلا اذا هذا الحيوان طب المدينة شو سوى؟ هذا يفلشها. اوكي، من ناحية الحجم والكبر، انتم شايفين هاي الافلام. اوكي، الخيال العلمي. المهم هاي الحيوانات ليش انقرضت؟ بسبب بسبب عدم بسبب صعوبة التكاثر. زين احنا هنا شقلي، لذا يجب ان نقر بعدم الاستغناء عن التكاثر. يعني احنا ما نقدر نستغنى عن التكاثر. اذا استغنينا عن التكاثر وما سوينا او مارسنا عملية التكاثر راح ننقرض، البشر راح ينقرض. يعني هسه احنا جيت على الكرة الارضية، احنا على الكرة الارضية 7 مليار او اكثر او 8 مليار. بعد 100 سنة
او 200 سنه، خلينا نقول هاي 2000، بعد 200 سنه هاي 7 مليار راح تلقاهم صفر. صفر العدد عدد البشر على الكره الارضيه صفر. ليش؟ لان احنا استغنينا عن التكاثر. اما اذا لم نستغني عن التكاثر، اذا لم نستغني عن عمليه التكاثر، احنا كبشر بعد 200 سنه راح هسه احنا 8 مليار، اذا بقى البشر لمده 200 سنه راح نلقى عددنا مثلا 9 مليار او 10 مليار. اوكي هاي شو وقت اذا لم نستغنى عن التكاثر. اذا هنا راح شنو نمارس عمليه التكاثر. زين، واذا ما مارسنا عمليه التكاثر لا راح نلقى صفر لعدد البشر. اوكي ليش؟ لان استغنوا عن عمليه التكاثر، راح تبقى بس الحيوان والنبات. اذا شوف يا عزيزي، هاي المقدمه هاي غير مطلوبه للحفظ. هشوف اني كل شيء راح اشرحه لك، بس انه راح انطيك اللي اقول لك افهمه واللي احفظه. اوكي هذا السؤال اللي راح تحفظه هسه. هذا اول سؤال بالتكاثر كلش مهم ودائما يتكرر. يكون التكاثر بصوره عامه شكلين: التكاثر جنسي من خلال انه تزاوج، والتكاثر اللا جنسي من خلال الانقسامات. التكاثر اللا جنسي به هواي انواع وراح نوصل ان شاء الله. والتكاثر الجنسي الذي يحصل في غالبيه الحيوانات متعدده الخلايا، مثل الحيوان، اي حيوان مثلا، اي حيوانات يعني قطط، الكلاب، تكرمون، اي حيوان، اسود، اي حيوان. اوكي يعني هذا الحيوان تكون عباره عن ملايين الخلايا مثل ما درست الفصل الاول. اوكي وتجسد، هذا السؤال شو يقول لك؟ يقول لك ماذا تجسد عمليه التكاثر سواء كانت جنسيه او لا جنسيه. هاي او لا جنسيه، هاي اللي جاي هذا السؤال. شو تقول انت؟ تقول لك الجواب: تجسد عمليه تكاثر طرازين. عمليه التكاثر نقول سواء كانت جنسيه او لا جنسيه. طرازين مو طرازن. ثاني اساسيا هما اليف وباء. هاي نقطتين. اوكي وطبعا انا مثل ما قلت لكم، يمكن ما قلت لكم بالاول، اعتمادي على ملزمه استاذ ماهر نايف. طبعا الملزمه متكامله من جميع النواحي، اي سؤال يعني يرد جديده راح تلقاها بها. اوكي تحويل المواد الخام من البيئه الطبيعيه، من البيئه المحيطه الى نسل او الى خلايا جنسيه، نفس الشيء اسجل فهم، التي تنمو لتكوين نسل بنفس التكوين. ايوه شلون صعب، شلون كلام صعب عليك. تعال خلينا نوضحه ونفصله التفصيل. شوف بس انت المجال. يلا هسه هذا مثل ما قلنا، اذا جانا هذا السؤال دائما نجي ماذا تجسد عمليه التكاثر؟ نقول تجسد عمليه التكاثر سواء كانت جنسيه او لا جنسيه. راح نجي العفو نفهم شنو معنى جنسي او لا جنسي. هسه يعني لما نجي ناخذ انواع التكاثر راح تجسد عمليتين طرازين اساسيا، واللي هي: واحد، تحويل المواد الخام من البيئه المحيطه. اوكي بس اريد ارسم لك هذا المخطط البسيط. هذا انت او انتي. اوكي لا لازم تكرش هذا انت او انتي. اوكي هذا شعركم، هذا ولد، هاي البنية. اوكي راح نسوي طائفة. اوكي المفروض اسرع الفيديو. اوكي هاي البنية، هذا الولد، بس شوي الولد ايدينا اطوال خلقتني. اوكي يلا هذا ولد، هاي بنت، وهذا ولد. شوف عين تحويل المواد الخام من البيئة المحيطة. اوكي شنو البيئة المحيطة؟ هذا شنو هذا؟ هذا سين بيت. اي والله صح، وانت قاعد بيه هنا. اوكي هذا انت او انتي، يعني هذا انت وهذا انتي. اوكي يعني اوكي وين قاعدين؟ بالبيت. هذا شنو هذا؟ هذا مطبخ. صارت الساعة ب 12 او بالوحدة. اوكي مثل ب 12 ونص الظهر، رحتوا للمطبخ على مود تاكلون. على مود شنو تاكلون؟ ورحتوا للمطبخ على مود شنو تاكلون. شو تسوون؟ تاكلون. ايش راح ناكل؟ اكل شنو هو؟ نبات.
مثلا النبات شنو النبات مثلا فواكه، مثلا خضروات. اوكي، مثلا بوتيتا، طماطم، السوالف، فواكه. اوكي، اكلتوا لحم، دجاج، يعني شنو اللحوم. اوكي، اكلتوا مثلا سمك. اوكي، شنو انتم ايش راح تسوون؟ راح تاكلون شنو نوع الاكل؟ نبات او مثلا لحوم او شو اسمه معلبات او اي شيء. اوكي، المهم انتم راح تاكلون. وين انتم قاعدين بالمطبخ النهار كذا لا شغله لا عمل، تاكلون تريدون هنا تقرون. اوكي، هاي اهم تفاعل عكسي. اوكي، هسه انتم تجسمون تاكلون، لا تنسوا عليكم والله، جاي تاكلون تجسمون تاكلون. اوكي، صدق حسين انت ايش تسوي؟ يقول لك انت فهمت هذا السطر. هاي هذا 4 درجات اذا جاك بالوزاره، والله 4 اقل شيء. يعني سؤال التعليل او السؤال بالاحياء درجته من 4 فوق، تعريف من 4 فوق. اوكي، تحويل المواد الخام من البيئه المحيطه. سين البيئه المحيطه تقصد بها البيئه ايه؟ البيئه المحيطه اللي هي مثلا انت هذا هنا، شنو اللي يحيط بيك؟ اللي يحيط بيك البيت والشارع وما ادري شنو، هذا البيئه المحيطه بك. اوكي، تحويل المواد شوف، تحويل المواد من البيئه المحيطه. زين، المواد ايش تقصد بها؟ اقول لك اقصد بها الاكل معود. تحويل المواد من البيئه المحيطه، يعني راح نحول الاكل من البيئه المحيطه اللي هو البيئه اللي موجوده حولك. اوكي، راح نحول الاكل اللي موجود حولك. شلون نحوله حسين؟ اقول لك انت لما تاكل الاكل وين راح يروح؟ تقول له راح يروح للجهاز الهضمي، وهنا راح تجي رسائل من الجهاز العصبي انه يفرز هرمونات. وهاي الهرمونات شو تسوي؟ وانزيمات بنفس الوقت، انزيمات ويفرز، راح تهضم الاكل. زين، هذا الاكل نص راح يروح اللي ما بفائده للفضلات، ونص راح يبقى بفائده، اما هو يكون دهون او بروتين او اخرى مواد اخرى. زين، هاي المواد الاخرى ركز على المواد الاخرى. بس عليك كيفك وياي. تحويل المواد من البيئه المحيطه، عرفنا المواد يقصد بها الاكل، والبيئه المحيطه اللي هو البيت. تحويل المواد من البيئه المحيطه الى نسل. شنو النسل؟ النسل شنو؟ النسل قصدك الجهال؟ لا يابا، النسل يعني الخلايا الجنسيه. شنو خلايا جنسيه؟ تعال، خلايا جنسية عندك نوعين، خلايا جنسية ذكرية، خلايا جنسية أنثوية. عندك النطفة. اوكي، ايش عندك النطفة، عندك البيضة. النطفة، زين، النطفة والبيضة لما يندمجون من خلال عملية التزاوج او الاخصاب. احنا كبشر تزاوج، باقي الحيوانات اخصاب صرنا. بس راح ينتج لي البيضة المخصبة. زين، هاي البيضة المخصبة ليش سميناها مخصبة؟ لأن النطفة راحت هاجمت البيضة، يعني هاجمتها مثل ما موضحة بالصورة شلون تهاجمها. راحت هاجمت البيضة، ومثل ما نقول اندمجوا سويا، أي صارت البيضة المخصبة. أوكي، هاي البيضة المخصبة من جتي أو النطفة من جتي، وشلون صارت بجسمي؟ أوكي، صارت بجسمك من خلال الاكل اللي اكلته انت. هذا البروتين وبعض المواد اللي تاكلها راح تتحول الى نوع من الخلايا. شو تسمى الخلايا الجنسيه. والخلايا الجنسيه بها نوعين، خلايا جنسيه ذكريه وخلايا جنسيه انثويه. اوكي، يعني هاي النقطه يقول لي ماذا تتجسد عمليه التكاثر. اول شيء تحويل المواد الخام من البيئه المحيطه، يعني من البيئه المحيطه. بس انا اشرب مي ثاني. يعني تحويل المواد تحويل المواد الخام من البيئة المحيطة إلى نسل أو خلايا جنسية. يعني هاي المواد اللي ناكلها راح تتحول إلى خلايا جنسية. طبعا لما تجي الخلايا الجنسية من غير من خلال تغذيتك. أوكي، التي تنمو، استفهمنا هذا السطر، التي تنمو لتكوين نسلا بنفس التكوين. هاي البيضة المخصبة، شلون صارت بيضة مخصبة؟ نطفة الرجل من خلال عملية التزاوج راح تروح للبيضة من خلال شو اسمه ممر ضيق اسمه قناة فالو. راح تروح كل آلاف النطف تهاجم بيضة واحدة فقط، اللي هي من خلال ملايين آلاف البيوض والنطف راح تنجح فقط. بس انا مساعدة. اوكي، راح تنجح. وبعد الاخصاب ايش راح يصير؟ راح يصير شوف اخصاب النطفه للبيضه، راح تصير هاي البيضه، هاي النطفه راح تصير البيضه المخصبه. بعد ما نشأت هاي البيضه المخصبه ايش بيها؟ راح تروح تنمو من خلال دوره نمو، انه تتحول الى جنين. وهذا الجنين راح يتحول الى ولد او بنت حسب النوع. وهذا الطفل بعد انه ولاده راح يصير يشبه ابويه، يعني يشبه الام والام. هذا الرجل
ولا هاي المرأة الأم، أي راح يشبه الأبوين الرجل والأم. أوكي شوي أربط لك، خاف قمت ما تفهم. تحويل إلى خلايا جنسية التي تنمو، هاي الخلايا الجنسية راح تنمو لتكوين نسل، أي طفل أي فرد بنفس التكوين، يعني يشبه أبوه وأمه. يعني شوف، يعني نفس التكوين، يعني أمه، خلينا ناخذ المثال على أم. هاي أمه، هذا النسل أو طفل، النسل أو الطفل ليه انولد مثلا عمره هسه صار 10 سنين، شوف ايده مثل ايده نفس التكوين، رجله او رجلينه مثل رجلين امه، لون شعره مثل لون شعر امه او شوي يختلف، عيونه نفس عيونه، يعني ماكو مثلا رجليه هنا وديه هنا اللي جوا، يعني تكوين ماله يشبه تكوين امه، جاي تفهمني؟ بنفس التكوين، هذا المعنى. اوكي يعني اوكي، تحويل المواد من البيئه المحيطه الى نسلا او خلايا جنسيه. النسل يعني الطفل، هنا قبل مثل ما نقول اختصر لك اياها، يعني اختصر لك الكلام اللي شرحته كله. اوكي، انه راح النطفه تخصب البيضه، والبيضه راح تكون البيضه المخصبه، والبيضه المخصبه راح تنمو فلجه وما ادري شنو، تمر مراحل، وهاي المراحل الى راح تكون الجنين، وهذا الجنين راح يكبر، ولما يكبر راح يطلع يشبه الابوين. اوكي، التي تنمو لتكوين نسلا او فردا او طفلا، اوكي، بنفس التكوين، يعني يشبه امه وابوه. اوكي. نقل الطراز الوراثي او الشفره الوراثيه من الاباء الى الابناء سهله هاي، بس خلينا نمسح هذا، شوفوا عيني، بس خلينا نجيب هاي الصور. ما محفوظات، يلا اوكي. نقل الطراز الوراثي، شوف الطراز الوراثي او الشفره الوراثيه عباره عن قاعده نسموها النيوكليودات. اوكي، راح تاخذوها بالفصل الخامس، النيوكليودات. اوكي، هاي شنو هاي النيوكليودات؟ هاي النيوكليودات هسه مو مهم، هي عباره عن شفرات او قواعد، مثلا قواعد وراثيه، وتقابلها منها قواعد الوراثيه. هاي القواعد الوراثيه، هاي القاعده الوراثيه ايش تحوي؟ تحوي معلومات، يعني كل قاعده تحوي على معلومات. راح ناخذ هاي القاعدة ونكبر ونوضحها، انه هاي القاعدة مختصة بالامراض الوراثية، يعني مثلا السكر، الضغط، مثلا الامراض الاخرى. وقاعدة اخرى نفسها، يعني من خلال هاي النيوكليدات، قاعدة اخرى من مثلا هاي اخذناها، هاي مختصة مثلا شكل جسم، لون العيون والشعر، طول القامة والآخري. شوف هاي الشفرة وين موجودة؟ موجودة داخل النطف. وقفوا بس نسوي نطفة بيا راس. اوكي، هاي شنو؟ هاي النطفة، وموجودة بداخل البيضة. هاي البيضة. اوكي، هاي شنو؟ هاي نطفه، هاي شنو؟ هاي بيضه. لما تصل عمليه التزاوج بين الذكر والانثى، خلينا نشرح، يعني احنا عندنا فصل تكاثر، لازم انه يحتاج فهم نسبه 100%، يعني مستحيل انه تطلع خارج هاي المحاضره وانت ما فاهم حرف. من خلال عمليه التزاوج بين الذكر والانثى راح تختلط النطفه بالبيضه، والنطفه راح تهاجم البيضه وتخترق هذا الحاجز، وين راح تطب جوا، وراح تختلط المواد الوراثيه للذكر مع المواد الوراثيه للانثى، بالتالي انه راح يطلع له فرد، يعني مثل ما نقول عظمه قوي احسن من يعني مثل ما نقول ملامحه احلى من امه وابوه، عيون يعني مثلا عيونه احلى من امه وابوه. ليش؟ يعني صار مزيج مثل الخلاط. مثلا اليوم هسه عندك برتقال او موزه، تجي تخلطهن تسوي لك عصير كلش طيب، بينما لما نسوي الموزه الوحيده او البرتقال يعني طعمه مو كلش طيب، مو مثل انه ما تخبطهن اثنين. نفس الشيء هنا. اوكي. يعني عرفنا ان الشفره الوراثيه هي انه تحتوي على قواعد، وهاي القواعد بها معلومات، وهاي المعلومات تخص شكل جسم الانسان، تخص الامراض، تخص كذا 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 من جسم الانسان. اوكي، يعني نقل يعني مثل ما نقول هنا عندها راح نقل ها شنو؟ هاي تجسد عمليه التكاثر، يعني التزاوج، عمليه التزاوج بين الذكر والانثى. راح اخذ الانسان، انا دائما اخذ الانسان، لان انا انسان جاي اشرح لك. اوكي، عمليه التكاثر. عمليه التكاثر ايش راح تسوي؟ راح تنقل، يعني من خلال عمليه التزاوج بين الذكر والانثى راح ينقل الذكر والانثى المواد الوراثيه او الشفرات الوراثيه او الطراز الوراثي من الاباء الى الابناء. اوكي، من خلال عمليه التكاثر. مفهوم التكاثر ودورته في الكائنات الحيه للحفظ، لحفظ النوع. اوكي، لحفظ النوع. اوكي. قبل شوي انا شرحت لك مقدمه انه ليش الديناصورات انقرضت، وليش هاي كذا وليش هاي كذا. كل انسان
او كل جنس او نوع او صنف على هاي الكرة الأرضية من الكائنات الحية، سواء كان إنسان أو حيوان أو نبات أو كذا كذا، لازم يمارس عملية التكاثر اللي يضمن شوف هو حتى الكتاب قايم كاتب لك ليضمن بقائه على الأرض. يعني أنت بدون عملية هذا النوع مثلا إحنا الإنسان اللي 7 مليارات أو 8، إذا ما نمارس عملية التكاثر راح ننقرض. أوكي خلنا نقرأ. أعطينا قلم. لقد استمرت الكائنات الحية في البقاء على سطح الأرض منذ ملايين السنين، وتطورت من أشكال بسيطة نسبيا إلى أشكال أكثر تعقيدا. وهذا الاستمرار في البقاء يأتي من قابليتها على التكاثر. فإن التكاثر يؤمن بقاء النوع. هذا شوف نقول لك انه الانسان صار له آلاف السنين وملايين السنين موجود على الارض، وسبب وجوده انه مارس عملية التكاثر، ما مثل ما اقول تزوج خلف، وهذا الذول ولده راح يخلفون ولده راح يخلفون، وبالتالي انه الانسان جاي يستمر، وصاحب بنفس الوقت جاي يموت، بس انه جاي ينتج. اوكي يموت واحد مثلا، هذا الواحد يجوز مخلف 3 و4 ما شاء الله يا ربي، مش عندهم واحد كلش كافي يعني، وماكو داعي تخلف 3 و4. المهم سمو هذا الموضوع سؤال كلش مهم او تعليق كلش مهم. علل التكاثر. هذا شوف هذا ما مطلوب، بس فهمت يعني، شرحت لك انه شنو معنى هاي السطرين، بس هذا التعليل من خلال هاي السطر كلش مهم. التكاثر يؤمن بقاء النوع. طبعا هسه نكمل الشرح، بس جاي انزل منزمة مال بس خليها تنزل، ولما تنزل انه اطلع لك الاسئله اللي جايه على هذا الموضوع او اللي راح تجي. شوف التكاثر يؤمن بقاء النوع. علل ذلك. هذا الجواب راح يكون التكاثر يتميز عن جميع الوظائف الحيويه الاخرى مثل التغذيه والتنفس والنقل والاخراج، بكونه ليس ضروريا بقاء بالفرد ذاته على عكس الوظائف الأخرى. إذا اختلت أحدهما فقد ينجم عن ذلك موت الفرد. طبعا ثواني بس أشرح لكم. إذا اختلت أحدهما فقد ينجم عن ذلك موت الفرد، بينما يمكن نزع أي عضو من أعضاء التكاثر، وبل حتى يمكن إزالة الجهاز التكاثري بالكامل، ويستمر الفرد العيش وهو بأحسن حال صحي. بس هنا المشكلة، لكن إذا انتقلنا هي ملونة، ولكن لو انتقلنا إلى مستوى النوع بأكمله، فإن المسألة تصبح ذات مفهوم آخر لدى جميع أنواع الفرد الواحد عن القيام بوظائفه، فإن هذا النوع وبدون شك سوف ينقرض. تعال هاي كم سطر تعليل مهم، ويمكن جاء 24 دور أول إذا ما تشذنا الله، يمكن نجي أتذكر، يمكن جا والله ما أدري. المهم خلينا نقرأ هذا السؤال أو التعليل ونجاوبه. شوف راح أشرح لك السطر، مو سطر وإنما أفهمك الكلام يعني كلمة. أوكي. التكاثر يتميز عن جميع الوظائف الحيوية الأخرى. ثواني عند الصورة يعني سوي لها قص معدي. ها الضحك ترى. اوكي تعال. هاي الوظائف الحيوية الأخرى مثلا شو عندك انت؟ عندك التنفس، وظيفة الإخراج، وظيفة الهضم، وظيفة نقل الأكل يعني من داخل جسمك من خلال النقل الخلوي، وظيفة التنفس، وظيفة بعد مثلا شنو المهم هواي وظائف بالجسم. اوكي ها التكاثر وظيفة يعني. اوكي هاي كلها وظائف. اوكي خلينا نرجع انه يتميز التكاثر عن جميع الوظائف الحيوية. الحيوية شو اقصد بها؟ هاي اللي حيوية مثل نقول مثل ما نقول النشطة اللي يصير بداخل جسمك نسموها وظيفة حيوية. مثل التغذية، لما تاكل هذا الاكل راح يتحول الى طاقة ودهون وكذا وكذا، الدهون اللي راح تحافظ لك مستوى حراري مناسب للجسم، يعني مستوى درجة حرارة مناسبة. اوكي وين والتنفس هاي عملية
على مود لو النفس كان انا اموت، والنقل والاخراج وغيرها من الوظائف. اوكي، بكونه ليس ضروريا البقاء للفرد ذاته. اوكي، خلينا نرجع شوي نشرح انه التكاثر يختلف عن جميع الوظائف الحيوية الأخرى. ليش؟ شنو وظيفة التكاثر؟ أو ماذا تجسد عملية التكاثر؟ طرازين قبل شوي أخذناها، إنه تحويل المواد الخام من البيئة المحيطة إلى نسل، يعني أو إلى خلايا جنسية التي تنوي تكوين نسلا بنفس التكوين، أو نقل الطراز الوراثة أو الشفرة الوراثية من الآباء إلى الأبناء. هاي اللي أخذناها قبل شوي، هاي وظيفة التكاثر. وأخذنا قبل شوي إنه التكاثر هو يؤمن بقاء النوع. زين، هاي وظيفة التكاثر. بينما القلب شنو وظيفته؟ إنه هذا الحكي كله على الإنسان. اوكي، الانسان انا ماخذ مثل ما قلت لكم انه مثالي هو الانسان. هذا شنو؟ هذا فرد واحد. اوكي، فرد واحد. زين، لو انتقلنا الى مستوى النوع، ولكن انتقلنا الى مستوى النوع، اوكي، هذا الانسان، هذا النوع شنو؟ الانسان. النوع مثلا نوع اخر حيوان، نوع اخر مثلا نبات. اوكي، هاي انواع. انا ايش راح اخذ مثال للانسان. اوكي عزيزي، اوكي، هذا الانسان، اوكي، هذا مثلا ذكر، هذا الانسان. لو انتقلنا، او ذكر او انثى، اوكي، بصورة عامة، قد عدد هذا النوع؟ 8 مليار. لو انتقلنا، ولكن اذا انتقلنا الى مستوى النوع باكمله، يعني هاي ال 8 مليار كلها، 8 مليار كلها لو انتقلنا الى مستوى النوع باكمله، يعني كله، يعني هاي 8 مليار النساء والبشر والاطفال وكلها توقف. يعني لو يتوقف عندهم الجهاز التكاثري، ذولا ال 8 مليارات راح ننقرض. هذا يعني تفسير معنى هذا السطر، راح نقرأ. ولكن إذا انتقلنا إلى مستوى النوع بأكمله، فإن المسألة تصبح ذات مفهوم آخر. يعني هنا إذا واحد بينا مثلا لو سمح الله الجهاز التكاثري صار بمشكلة أو عطل، أو مثل ما نقول اختل، اوكي، مثل ما ذكر الكتاب، انه عادي يقدر يعيش بدون جهاز تكاثر. بينما لو توقف جهاز التكاثر لدى 8 مليار فرد، راح تصبح المسألة ذات مفهوم آخر. شنو هذا المفهوم؟ فلو توقف الجهاز التكاثري لدى جميع افراد النوع الواحد، يعني افراد، يعني اشخاص النوع، مثل ما قلنا انسان، بشر او انسان الواحد، عن القيام بالوظائف، اي الوظائف التكاثر، اي يتكاثر، اوكي، يتكاثر، هذا يخلف وهذا راح يخلف يتكاثر، فإن هذا النوع وبدون شك سوف ينقرض. اوكي. يعني شو قل لي لو انتقلنا الى المستوى، العفو، ولكن إذا انتقلنا إلى نوع المستوى، أو إلى مستوى النوع بأكمله، سوف لو بينما أي جهاز آخر، مثلا جهاز النقل أو إخراج الفضلات من الجسم وغيره، مثلا القلب، شنو وظيفة القلب؟ يحن على الإعزاز؟ لا، غلط. وظيفة القلب إنه يضخ الدم بالجسم. أوكي. مثلا الكلية، شنو وظيفة الكلية؟ انه تصل الماء، او العفو تصل الدم. اوكي، انا جاي انه اوضح لك. الكلية او القلب اذا صار بخلل، راح ينتج موت الكائن. اوكي، راح ينتج موته. اوكي، بينما التكاثر او جهاز التكاثر او عضو التكاثر، اعضاء التكاثر بصورة عامة، اذا صار بها خلل ما راح يموت الفرد. اوكي، يعني يتميز التكاثر او جهاز التكاثر عن الوظائف الاخرى او الاعضاء الاخرى، انه اذا صار به شيء انه ما يموت الفرد، مو مثل القلب او الكلى او الجهاز التنفسي او الجهاز العصبي او كذا 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 من الاجهزه، اذا صار بها فشي انه راح يموت الفرد. بينما جهاز التكاثر اذا صار به شيء لا، ما راح يموت الفرد. اذا يتميز الجهاز التكاثر عن جميع الوظائف الحيويه الاخرى بكونه ليس ضروري للبقاء. يعني مو ضروري انه يبقى هذا جهاز التكاثر بالفرد، عادي يقدر مثلا ينزع الجهاز التكاثري او اي عضو من اعضاء التكاثر. خلينا نرجع نقرا، اتمنى انه جاي تفهمون. اوكي، يتميز التكاثر عن جميع الوظائف الحيويه الاخرى مثل التغذيه والتنفس والاخراج، بكونه ليس ضروريا بقاء بالفرد ذاته، على عكس الوظائف الاخرى اذ
أحدهما فقط ينجم عن ذلك موت الفرد. إيش راح ينتج؟ موت الفرد. إيش راح ينتج؟ الموت الفرد. بينما يمكن نزع أي عضو من أعضاء التكاثر، يعني أنا أقدر أشيل جهاز التكاثر من خلال العملية. أوكي أو وبل حتى يمكن إزالة جهاز التكاثر بالكامل. أوكي يعني أنت تقدر تزيل أي عضو من أعضاء التكاثر، أو تقدر تشيل جهاز التكاثر شلع قلع، وراح يستمر الفرد بالعيش وهو بأحسن حال صحي. جيني سؤال: بما يتميز جهاز التكاثر عن الوظائف الحيوية الأخرى؟ سؤال ما جاي. بما يتميز جهاز تكاثري عن الأجهزة الأخرى أو الوظائف الحيوية الأخرى؟ شو أقول له؟ الجواب هذا يكون يتميز جهاز التكاثر عن جميع الوظائف الحيوية الأخرى، مثلا التغذية، التنفس، النقل والإخراج، بكونه ليس ضروريا بقاء بالفرد، بكونه بقاءه بالفرد، على عكس الوظائف الأخرى. يعني إذن الوظائف إذا اختلت، يعني إذا خربت أحدهما فقط، ينجم يعني ينتج عن ذلك موت الفرد، بينما يمكن نزع أي عضو من أعضاء التكاثر، وبل حتى يمكن إزالة جهاز التكاثر بالكامل، ويستمر الفرد في العيش وهو بأحسن حال صحي. هذا الحكي كله، هاي الثلاثة صار إنه جاي أحكي على فرد واحد فقط. يمكن أنزع جهاز التكاثر منه أو أزيله بالكامل. بس إذا هذا مثل الإنسان، إذا انتقلنا إلى المستوى النوع بأكمله، فإن المسألة تصبح ذات مفهوم آخر. فلو توقف جهاز التكاثر لدى جميع أفراد النوع الواحد، فإن هذا النوع سوف ينقرض بدون شك. يا راح ينقرض. ليش؟ لأن أعطى جهاز التكاثر، بعد شلون يتكاثرون؟ أوكي طبعا ظلت بس هاي عندي، وهاي نخلص إن شاء الله. هنا يجي شو يقول لي؟ هنا راح يقول لي: ويقع عاتق التكاثر في بعض الأنواع الحيوانية على عدد قليل من أفراد الجيل الواحد. علل ذلك. وعلى سبيل المثال نجد أن الأغلبية الساحقة من أفراد خلية النحل إناث عقيمات وليس لها دور في التكاثر، أما الأفراد الخصبة التي تنجز عملية التكاثر فتقتصر على الذكور، التي تكون قليلة العدد، عادة أنثى واحدة وهي الملكة. أوكي شوف، عملية التكاثر إنه بعض الحيوانات، إنه مو كل الحيوانات إنه تقدر تنجز عملية التكاثر. مثلا ضرب لمثال خلية النحل متكونة من عاملات إناث عقيمات، ليس لها دور في التكاثر، وإنما هي تنجز العسل فقط. بينما الأفراد الخصبة اللي هي وحدة ملكة، يعني نحلة وحدة بس، وعدة أفراد يعني كم زنبور. أوكي وقد يقع عاتق التكاثر أو في بعض الأحياء، في بعض أنواع الحيوانية على عدد قليل. على ذلك شغلاني من الجيل الواحد. على ذلك أقول له: على سبيل المثال نجد أن الأغلبية الساحقة من أفراد خلية النحل، الأغلبية الساحقة، شنو الساحقة؟ يعني الأكبر. أغلبية الساحقة من أفراد خلية النحل عقيمات، عاملات، ليس لها دور في التكاثر، يجيب عسل فقط، تولد عسل فقط. أما الأفراد الخصبة التي تنجز عملية التكاثر تختصر، يعني مثل ما نقول تختصر، يعني مثل ما نقول الدائرة، مثلا هاي الخلية بها إناث عقيمات، والأفراد الخصبة التي تنجز عملية التكاثر فتختصر مثل ما نقول، شلون أوضح لكم أنا اختصرها على كم ذكر وأنثى، واللي هي الملكة، فتقتصر على ذكور قليلة العدد عادة، وعلى أنثى واحدة واللي هي الملكة. هذا تعليل كلش مهم. نجد أن الأغلبية الساحقة في خلية النحل، ان الاناث يعني اكثر شيء. لما اطول الخليه، واليوم مثلا خليه متكونه من 1000 خليه مال النحل، متكونه من 1000 فرد، من 1000 نحله، راح القى 950 نحله
يعني أنثى يعني عقيمة ما تنجز عملية التكاثر، يعني الأغلبية الساحقة إناث عقيمات، عاملات ليس لها دورا في عملية التكاثر. أما الأفراد الخصبة، شنو الخصبة؟ التي يعني الخصبة التي تقدر تنجز عملية التكاثر. أما الأفراد الخصبة اللي تقدر تنجز عملية التكاثر فتقتصر على ذكور قليلة العدد عادة، وأنثى واحدة واللي هي الملك. هذا طبعا هذا اللي كل اللي أخذنا احنا فشي كل سهل وقليل، ويا رب